هادشي اللي غادي يوقع وسط هاد العائلة غادي يصدمكم لأبعد الحدود. السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد وقضية جديدة معنايا. اذا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ديالي وكنتوا من محبي هاد المحتوى فما تنساوش تشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصل لكم اي فيديو جديد كنحطه في القناة. ودابا يلا نبداو القضية ديالنا. نواحي مدينة سطات، بالتحديد نهار 24 من شهر 7 سنة 2013 في الصباح بكري. كان واحد المجموعة ديال الرجال ماشي المعصرة ديال الزيتون، حتى كيتفاجئوا بواحد الجثة اللي طايحة في الأرض وغارقة في دمها. ملي غادي يقربوا لعندها غادي يعرفوه، حيتاش كان كيسكن في الدوار ديالهم. هاد الجثة كانت ديال سعيد، واللي كان معروف في الدوار وعند الناس بسعيد ولد مباركة. فهنا هاد الرجال غادي يعيطوا المقدم نيشان وغادي يخبروه بهادشي اللي واقع كامل، وهو بدوره غادي يتواصل مع رجال الدرك الملكي اللي غادي يحلوا بعين المكان مباشرة، وغادي يكونوا مرفوقين مع عناصر تقنيين مسرح الجريمة. في ديك اللحظة غادي يبداو المعاينات ديالهم، وأول حاجة غادي يلاحظوها أن هاد السيد تم قتله عن طريق طعن أداة حادة، حيت الطعنات كانت مفرقة في الجسم ديالو كاملة، على ظهره وعلى كرشو. وغادي يتأكدوا من خلال المعاينة أن ديك البلاصة اللي كانت طايحة فيها الجثة كانت هي مسرح الجريمة الحقيقي. وطبعا المعاينة باقة مستمرة، وهنا غادي يفتشوا في الحوايج ديال الجثة لعل وعسى يلقاو شي حاجة اللي كتثبت الهوية ديالو، بالرغم من أن ديك الرجال تعرفوا عليه. فغادي يلقاو البطاقة الوطنية وغادي يلقاو حتى البسطام ديالو اللي كان فيه الفلوس، ما عدا حاجة وحدة هي اللي ما كايناش، التليفون ديال الضحية. هادشي كيبين أن هاد الجريمة ما وقعتش بدافع السرقة، حيت الشفار كان غادي يدي الفلوس وما غاديش يخليهم، وخا يدي التليفون ولكن غادي يدي حتى الفلوس. فهنا غيبداو يعملوا تمشيط للمنطقة اللي كانت بالقرب من مسرح الجريمة باش يشوفوا واش غادي يلقاو أول حاجة أداة الجريمة، وتاني حاجة تليفون يقدروا يكون هاد الجاني ولا الجنات تخلصوا منهم ملي هربوا من مسرح الجريمة. ولكن ما غادي يلقاو حتى شي حاجة فيهم، لا التليفون لا الأداة اللي ترتكبت بها هاد الجريمة. من بعد ما سالوا المعاينة غادي ياخدوا صور احترازية لعين المكان وحتى الضحية، والجثة غادي يتم نقلها لمصلحة الطب الشرعي باش يتعملها التشريح، باش يتعرف وقت الوفاة بالضبط وحتى السبب الحقيقي. ورغم أننا ذكرنا أن الضحية كان متعرض للطعنات، ولكن شي مرات ما كيكونش هذاك هو السبب الحقيقي للوفاة. فالتشريح غادي يعطينا تقرير مفصل للحالة من الألف للياء. هنا رجال الدرك الملكي غادي يبداو التحقيقات ديالهم في هذه القضية مع أول أشخاص مشتبه بهم في هذه القضية، هما هاد الرجال اللي اكتشفوا الجثة. فغادي يسولوهم الأسئلة الاعتيادية في هذه الحالة: فوقاش اكتشفتوا هاد الجثة بالضبط؟ وشنو اللي خلاكم دوزوا من هاد الطريق في هاد الساعة في هاد النهار بالتحديد؟ علاش؟ شنو كنتو ماشيين تعملوا؟ واش ملي اكتشفتوا هاد الجثة حركتوها، هزيتوا شي حاجة من قدامها، واش بدلتوا شي حاجة في معالم مسرح الجريمة؟ طبعا هاد الأسئلة والأجوبة غادي يتم تضمينها في محاضر مفصلة باش يرجعوا لها الدرك الملكي فوق ما احتاجوها في هاد القضية. من بعد ما سالوا معاهم التحقيقات، هنا يتأكدوا رجال الدرك أن هاد الرجال راه ما عندهم حتى شي علاقة بالجريمة. فغادي تبدا مرحلة جديدة من التحقيق، وبالتحديد في الدوار اللي كيسكن فيه سعيد ولد مباركة. غادي يبداو بالصحاب والجيران والعائلة ديالو، كيفاش كانت علاقته مع الناس هاد سعيد، واش كان شي شخص اللي عنده مشاكل بزاف وأعداء. فغادي تجي في التصريحات ديال صحابو والجيران أنه كان واحد الشخص اللي داخل سوق راسو والله عمره سلعة، ما عنده مشكل مع حتى شي واحد. وحتى الأب ديالو تصريحاته كانت نفس تصريحات الجيران، قال لهم أنا ولدي أنا كنعرفو واحد الإنسان اللي دخل سوق راسو ما عنده مشاكل مع حد، ما عنده عداوة مع حتى شي حد، بالعكس كلشي كيبغيه. وهانتوما سقسيتو صحابو الجيران
وسمعتوا شنو قالوا لكم. ولكن لا جودان اللي كان مكلف بهاد القضية، واخا هاد التصريحات ديال الجيران والعائلة والصحاب كيقولوا أنه كان شخص مزيان وما عنده حتى شي عداوة، لكن هو بحكم طبعا الخبرة ديالو أنه خدم على قضايا اللي مشابهين لهاد القضية، كان مأكد أن السبب ديال هاد الجريمة هي شي مشكل كبير أو شي عداوة كانت ما بين الجاني والضحية، ماشي بهدف السرقة وماشي شي جريمة اللي وقعت نقولوا بالصدفة، يعني لحظة غضب، لا، هاد الجريمة كان مخطط لها هاد الجاني أو الجنات. من بعد ما دازت 10 أيام بالضبط من اكتشاف هاد الجثة، الدرك الملكي باقي مقدروا يوصلوا حتى شي خيط اللي وصلهم لهاد الجاني، حتى غادي يدخل عليهم الفقي ديال داك الدوار لابريكاد، وغادي يطلب انه يتكلم مع لاجودان المكلف بهاد القضيه. فملي دخل عنده قال له انا تفكرت واحد الحاجه وقلت نجي نقولها لك، ما نعرف تقدر تفيدكم في البحث. فالفقي قال لاجودان الليله اللي غادي في الصباح ديالها يكتشفوا الجثه، انا ملي كنت في الجامع من بعد صلاه العشاء وكنت كنشد الجامع، غادي يدوز سعيد وكان كيهضر في التليفون، والهضره اللي سمعت كيقول داك الشخص اللي كيهضر معاه قال له استناني حدا المعصره ديال الزيتون، انا غادي نجي عندك دابا. لا جودان غير سمع هاد الهضره من عند الفقيه عرف بانهم قربوا بزاف من حل هاد القضيه، فهنا غادي يبداو مرحله جديده في البحث، غادي يجيبوا التليفونات ديال الجيران وديال صحاب واقارب سعيد باش يخضعوهم الخبره والقراءه التقنيه باش يعرفوا شكون اللي عيط لسعيد في داك الليلة. ولكن ملي غادي يخرجوا تقارير الخبرة ما غادي يلقاو حتى شي واحد تواصل مع سعيد في داك الليلة أبدا. فهنا غادي يمشيو للعائلة ديال سعيد كاملة وغادي يجيبوا التليفونات ديالهم حتى هما، وهاد المرة مجرد ما أنهم غادي يخرجوا تقارير الخبرة غادي يلقاو أن سمير ولد عم سعيد تواصل معاه في ديك الليلة وبالضبط في نفس الوقت اللي قال في قلة جدا مور صلاة العشاء. فهنا غادي يجيبوا سمير لابريكاد وغادي يعمقوا معاه البحث باش يعرفوا شنو علاقته بمقتل سعيد. تقرير الطب الشرعي خرج وجا فيه أن سعيد توفى بسبب ديك الطعنات اللي تلقاها واللي كانت متفرقة، حيتاش كانوا عنده طعنات في الظهر ديالو وطعنات حتى في الكرش ديالو، هادو هما العلامات الوحيدة اللي كانت على الضحية، يعني ما كانوش شي أثار ديال العنف أو مثلا شي مادة سامة اللي كانت في الدم ديالو. فهنا غادي نتوقفوا عند هاد النقطة وغادي نرجعوا اللور شوية العائلة ديال سمير وسعيد باش نتفصلوا فيهم وتفهموا الوضعية ديال هاد العائلة وتفهموا من بعد شكون اللي غادي يعمل في سعيد هاد الحالة ويقتلوا بهاد الطريقة بلا رحمة. وغادي تكتشفوا أن هاد العائلة كتختلف عن جميع العائلات اللي عرفتوها في حياتكم. سعيد كان كيعيش وسط واحد الدار اللي هي عامرة، حيتاش جدتهم كانت واحد المرأة الكبيرة في الثمانينات وكانت باقي عايشة، فكانوا مجموعين كاملين في دار وحدة، يعني هو والأم والأب ديالو وعمامو ونساهم وحتى ولاد عمامو، وكان عندهم واحد عمهم اللي هو أصغر عم اللي كان في العمر ديالو 42 عام. هاد عمهم بحكم الخدمة ديالو أنه كان كيخدم بالناي فكان كيخرج من النواحي ديال السطات وكان كيمشي يخدم في مدينة أخرى، فدائما كيغيب على الدار، يعني كيغيب سيمانة 15 يوم حتى لشهر. فواحد النهار هاد حمد اللي في عمره 42 سنة كان كيهضر مع واحد صاحبه وقال له زعما أنا كنشوف راسي كبرت وصلت لواحد السن، ما تزوجت ما عملت وليداتي ما حتى شي حاجة. فهاد صاحبه قال له إلا غير هادشي اللي مضايقك أنا عندي الحل، نزوجك بنتي. قال له أنا ما نلقاش شي واحد أحسن منك، أنت صاحبي وكنعرفك أنك راجل والله يعمر سلعة. فهنا أحمد تفاجأ أنه غادي يزوجو بنته اللي باقا صغيرة مريم اللي يلاه عملت 22 عام، وخا هيداك غادي يمشي يخطبها وغادي يتفاهموا وغادي يتم كل شي بخير وعلى خير وغادي يعملوا العقد ديالهم والعرس وغادي يجيبها للدار الكبيرة اللي فيها العائلة كاملة
اللي فيها سعيد وسمير ووالديهم. غادي تجي مريم تما، من بعد ما غادي تسالي العطلة ديال حمد غادي يرجع للخدمة ديالو كيف ما كان. وقلت لكم في الأول أنه كيغيب مدة طويلة على الدار. واحد النهار سعيد غادي يشري التليفون وغادي يجيبو لمرات عمو، قالها أنا هذه هدية بغيت نجيبها لك بحكم أني شفت ما عندكش التليفون فقلت نجيبو له. جاب لها التليفون جديد وعمل لها فيه واحد النمرة اللي جديدة، وبدا مرة كيجي يجلس معاها يوريها كيفاش تخدم داك التليفون بحكم أنها كانت ما قرياش فما غاديش تعرف تستخدم التليفون. نهار على نهار حتى غادي يجي واحد النهار اللي غادي تكون غير مريم وسعيد اللي بقاو في الدار بوحدهم. هنا غادي يتقربوا من بعضياتهم وغادي يطيحوا في المحظور، وغادي تم بينهم واحد العلاقة اللي هي محرمة. حسب لكم الموضوع غادي يسالي هنا؟ لا، حيت سعيد في داك النهار كان حاط التليفون وصور كل شيء. فمرة أخرى جا غادي يطلب من مريم أنها تمشي معاه، رفضت، فجبد لها الفيديو وهددها، قال لها أنا ما خسر حتى شي حاجة، إلا ما بغيتيش تمشي معايا غادي ننشر هاد الفيديو في الدوار وانتينا اللي غادي تشوه. فهنا مريم لقات راسها في واحد الموقف اللي ما قدرتش انها تقول له لا، ووافقت انها تمشي معاه. والموضوع بقى كيتكرر مرة على مرة وحتى شي حد ما سايق لهم الخبار في الدار ولا في الجيران ولا حتى شي واحد. حتى لواحد النهار غادي تكون مريم وسعيد في الزريبة، وغادي يوقف عليهم سمير وغادي يشوف داك المنكر بعينه. سمير اللي هو ولد عم سعيد غادي يبدا يغوت عليهم كيهددهم انه قال لهم والله تنفضحكم وغادي نعيط لعمي دابا، ودابا نقول له نوريه مراته شنو كتعمل ونوريه ولد خاه شنو كامل، والله نعمل لكم والله تنفعل لكم. هما طبعا خافوا لان عرفوا الى العائله ساقوا الخبر هادشي راه النهايه ديالهم وصلت. فحاولوا انهم يهديوه، حاولوا انهم يخليوه يسكت فغادي يسكت. طبعا نتوما كتظنوا ان سمير انفعل وغوت حيتاش كان خايف على الشرف والسمعة د العائلة وديال عمو، ولكن القضية ماشي هيدا، لأن حتى سمير تا هو كان حط العين على مرات عمو. فملي شافها مع ولد عمو سعيد تعصب وجاتو الغيرة. فسمير حتى هو النوايا ديالو كانت كفاس من ولد عمو سعيد، كان طامع في مرات عمو. فمن بعد ما هدؤوا وهضروا مع بعضياتهم غادي يتفقوا سمير وسعيد أنهم يتقاسموا مرات عمو، يعني كل مرة غادي تمشي مع واحد باش يسكت هو وما يهضرش. وهادشي فعلا اللي وقع. راجلها كيجي ما كيعرف حتى شي حاجة، كيجي شي أيامات وكيرجع للخدمة ديالو اللي كيبقى فيها بالأسابيع وشي مرات حتى لشهر وشهرين. فسعيد وسمير عاملين ما بغاو، غادي يبقاو على هاد الحالة حتى فجأة مريم غادي تبدا تباعد من سعيد وما بقاش كتبغي تمشي معاه وغادي تميل لاتجاه سمير. فهنا سعيد غادي يتعصب وغادي ينوض يدابز مع سمير ويتناقشوا هو وياه. قالوا انت السبب اللي خليتيها تبعد عليا، هي في الاول كانت كتمشي معايا انا وكتبغيني انا. هاد سمير قالوا لا، هي دابا انا كنبغيها وهي كتبغيني. فغادي يدبسوا واحد الدبسة اللي هي كبيرة، ولكن طبعا ما بيناتهم العائلة ما سايقين خبر. حتى لواحد النهار غادي يعيط سمير لسعيد، قال شوف حنا خصنا نحلو هادشي اللي بيناتنا ونشوفوا شي حل لهاد المشكل. قال له سعيد انا ما عندي حتى شي مشكل. فقال له صافي نتلاقاو حدا المعصرة ديال الزيتون. هذه هي الهضرة اللي سمع الفقي سعيد كيقولها لشي واحد في التليفون وهو كان كيقولها لسمير. فعلا سعيد غادي يمشي لديك البلاصة وغادي يوقف حتى كيتفاجأ ان ملي غادي يمشي سمير ولد عمو غادي يجبد الموس وغادي يبقى يعطيه في ظهره حتى طاح. وباش يتأكد انه مات غادي يزيد يطعنو في كرشو وغادي يبقى حتى يتأكد انه صافي فعلا توفى.
وهيداك علاش سمير هز التليفون وما هز حتى حاجة أخرى، حيتاش هو عارف إلا التليفون كبقى مع سعيد ان فوا غادي يجيو لدارك وغيفتحوا التليفون غيشوفوا ديك الفيديوهات الإباحية وغادي يفهموا شنو كان واقع ما بين سعيد وسمير ومرات عمهم مريم. كانت هذه هي التصريحات والاعترافات ديال سمير وحتى مريم أمام الضابطة القضائية. غادي يتم الإحالة ديالهم للمحكمة، وسمير تمت المتابعة ديالو من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وغادي يتحكم عليه بالمؤبد. بالنسبة لمريم تحكم عليها بعامين ديال السجن، تهمة الخيانة الزوجية والفساد. كانت هذه هي القضية ديالنا اليوم، قضية اللي صعيبة وفعلا حسيت بها صعيبة ملي كنت كنوجدها ونصورها، لأني كنقول شي حاجات كنهضر على شي حاجات اللي المنطق ما كيتقبلهمش. يعني هاد العائلة عائلة شيطانية بامتياز، لأن الإنسان اللي عنده فطرة سليمة وإنسان اللي متقي الله مستحيل أنه تطيح في باله شي فكرة فحال هادي ولا يعمل شي حاجة فحال هادي. بصراحة كانت من أصعب القضايا اللي صورتهم. ما كرهتش تخليوا لي آراء ديالكم في التعاليق، وطبعا كما العادة إذا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وتعليق، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتسنوني في الفيديو الجاي. ودابا غادي نقول لكم بسلامة.